الفيلم ده عن الزومبي، لكن انا متاكده انه مش زي اي فيلم شفتوه قبل كده، وهو من كتر ما هو مشهور انا حاسه ان اكيد كلكم عارفينه. بيبدا الفيلم بسائق شاحنه بيكتشف ان في حاجز على الطريق بسبب تسريبات خطيره من المصنع، ولما بيعدي على الحاجز بيتم تعقيم عربيته، وفي طريقه بيخبط حاجه وبيكتشف انه خبط غزاله وبتبقى خلاص ماتت، لكن بعد ما بيمشي بيظهر ان الغزاله اتشنجت وبعدها قامت وقفت وكان منظرها غريب. وبننتقل بعد كده للمدير المالي سيوك، وهو بيأمر المساعد بتاعه بالتكتم على اخبار التسريب الكيميائي بتاع المصنع عشان شركتهم ما تخسرش استثماراتها في المصنع ده. وبنعرف بعد كده ان سيوك عنده بنت منفصل عن زوجته اللي بتتخانق معاه في التليفون عشان دايما مشغول عن بنته، ورغم كده مصر ان بنته تعيش معاه وهو اللي يربيها، وبتقول له على الاقل يجيب لها البنت بكره بوسين عشان تشوفها، لكنه بيرفض. ولما بيرجع البيت بيسمع بنته بتكلم مامتها، والبنت برضه نفسها تروح لامها مدينه بوسين، والبنت لما بتحس بيه بتنهي المكالمه وهو بيقدم لها بعد كده هديه عيد ميلادها، لكنها بتلفت انتباهه ان الهديه دي نفس هديه السنه اللي فاتت، وان كل اللي هي طالباه في عيد ميلادها انها تزور امها، وانه ممكن بس يركبها القطر لوحدها لو مشغول يعني، وامها تستقبلها على المحطه. فبعد زن بيوافق انه يروح معاها لبوسان، ووالدته بعد كده بتديله فيديو صورته له من حفله بنته بتاعه المدرسه اللي هو فوتها، ولما بيشغل الفيديو بيلاقي بنته ارتبكت وما عرفتش تقول اغنيتها، وبيسمع ضحك باقي الاطفال عليها فبيحزن جدا على بنته. وتاني يوم بيتجهوا سوا لمحطه القطر عشان يركبوا قطر بوسان، وفي القطر هنتعرف على شخصيات كتير منهم الفريق الرياضي لطلاب الثانوي، وهنركز فيهم على يونج والبنت اللي معجبه بيه واسمها جين، والاختين الاجومات دول. وبيركب سيوك القطر مع بنته، وبيبقى مشغول برضه بتليفونه بسبب الاخبار اللي بتجيله عن حالات الشغب اللي حصلت قرب المصنع اللي اتكلمنا عليه واللي مش معروف سببها. وفي الاثناء دي بنلاحظ ان في بنت مريبه ركبت القطر من غير ما الامن ما ياخد بالها، والظاهر كده انها مصابه او متعوره. واول ما القطر بيطلع بنلاحظ ان في حالات شغب وعنف حصلت في المحطه، والبنت الصغيره اخدت بالها كمان بس لان باباها كان نايم فما قالتلوش. وفي موظف حكومي رخم كده بيقول لمضيف القطر ان في شخص مريب في الحمام، والمضيف بيروح معاه الحمام عشان يتاكد. وفي نفس الوقت البنت الصغيره سو كانت قايمه تدخل نفس الحمام، لكن لما المضيف فتح الباب لقى فيه مشرد عمال يهذب كلام مش مفهوم عن ان كلهم هيموتوا. فسو بتمشي تشوف الحمام اللي بعده، واللي بيكون واقف على بابه شخص رياضي كده وبيقول لسو ان زوجته في الحمام وهتطول بسبب انها حامل وتعبانه فهنشوف لها حمام تاني. وفي الوقت ده مضيفه القطر بتشوف البنت المريبه اللي ركبت خلسه، والبنت كانت مصابه وواقعه على الارض، والمضيفه بتحاول تسعفها وبتبلغ باقي المضيفين عن الحاله، لكن مره واحده البنت بتتشنج وبتقوم تهجم على المضيفه نفسها. وفجاه الركاب بيشوفوا المضيفه ماشيه والبنت راكبه على ظهرها وبتعضها، وبعدها بتبدا تهاجم فريق السله. وده غريبه ان المضيفه كمان بتتحول وبتهاجم الركاب، والمضيف ده لما بيشوف المنظر كده بيبدا يهرب، وهو بيحذر باقي الركاب انهم يهربوا لنهايه القطر. وفي نفس الوقت سيوك بيصحى وبيقوم يدور على بنته في الحمام، وقبل ما يلاقيها بيلاحظ اللي بيحصل في القطر وان في ناس بتهاجم بعض وان الركاب بيحاولوا يهربوا. وقبل ما يعضوه هو نفسه بنته بتشوفه وبتنده عليه فبياخدها وبيطلع يجري، والمضيف المتحول بيجري وراهم، ووراه فيضان من البشر المتحولين، وبيظهر واحد كمان قدامه لكن بيقدر يتفاداه ابو عضلات اللي اسمه سانغ. مراته بتكون خرجت من الحمام لكنه بيلاقي واحد متحول بيهاجم ست عجوزه، وسانغ ما بيكونش فاهم في ايه. وسيوك وبنته سو بيشوفوا نفس المشهد، لكن سيوك بيجري على طول ببنته، اما سانغ فبيحاول يدافع عن العجوزه، لكن لما بيكتشف ان الموضوع اكبر منه وان العجوزه نفسها بتهاجمه بيقول لمراته تهرب وبيوفر لها هو وقت، وبعدين بيجري هو كمان. والركاب في الوقت ده بيعرفوا ان في فيروس بيحول الناس لموت احياء يعني زومبي، وان البلد كلها بتهاجم بعض، فبيستوعبوا اللي فيها وبيطلبوا من سيوك يقفل الباب بسرعه قبل ما الزومبي يوصلوا لهم. وبيعمل كده فعلا، وبيكون سانغ ومراته بيجروا ناحيه عربيتهم، فبيتردد سيوك كده في انه يدخلهم، لكنه في النهايه يعني بيدخلهم. ولما سانغ بيدخل لهم بيفضل قافل الباب بايده وبيسال سيوك ازاي يقفل الباب ده، فبيقول سيوك سيبه، ما اظنش انهم عارفين طريقه فتحه اصلا، هم بس بيهاجمونا عشان شايفيننا. فمرات سانغ بتبل ورق الجرايد وبتغطي بيه الباب، وفعلا الخط بيقف، وسانغ بيتخانق مع سيوك عشان كان عايز يقفل عليهم، لكن مراته بتهديه وبتفهمه ان الكل متوتر ومش عارفين يتصرفوا. وبيتكلم موظفين القطر في المايك في الوقت ده وبيقولوا للركاب انهم مش هيقفوا في المحطه الجايه بسبب حاله السعار اللي مش مفهومه دي. وبيتخانق الموظف الرخم يون معاهم وبيبقى عايز القطر يقف، وبيجي لسيوك مكالمه من امه وبيبقى صوتها تعبان قوي وبتقول له ان في حد هاجمها وهي مش فاهمه في ايه، وبتوصيه على بنته سو. وبعدها بيسمع سيوك صوت امه وهي بتتحول للاسف. وفي الوقت ده القطر بيعدي على محطه ومش بيقف فعلا، لكن الركاب بيشوفوا الناس اللي على الرصيف وهم متحولين، والمنظر بيكون مرعب، والاخبار بتقول ان البلد كلها في حاله فوضى والشرطه مش قادره توقف اللي بيحصل واصلا مش فاهمين في ايه. والركاب بيحاولوا يتنقلوا العربيات بعيده عن الزومبي عشان يعني يكونوا في امان اكتر. والمايك بيشتغل تاني، وقائد القطار بيقول لهم ان القطر هيقف في محطه دايجون وان الجيش مسيطر هناك وهيقدروا يحموا الركاب، وبينبه على كل الركاب انهم
بينزلوا محطة دايجون، وبيروح سيوك يعمل مكالمة وبنته سو بتكون واقفة مع سانج ومراته اللي بتخليها تلمس بطنها وتحس بحركة الجنين. ولما سو بتسأل هيسموه ايه بتقول لها الزوجة ان سانج كسول جدا لدرجة انه لسه مختارش اسم. اما سيوك فبيكلم نقيب في الجيش عشان يعرف منه اخبار دايجون المحطة اللي هينزلوا فيها، فبيقول له ان الجيش مسيطر هناك وان كل الركاب بمجرد وصولهم هيتحولوا للحجر الصحي، ولان سيوك مش مدرك خطورة الموقف واهم حاجة عنده شغله، فبيطلب من النقيب ده ان يخرجه هو بمعرفته بعيدا عن الحجر الصحي. فبيقول له النقيب تمام، لما توصل دايجون اخرج من المخرج الجانبي ورجالتي هناك هيستقبلوه. والمتسول ده بيسمع المكالمة، ولما بيوصلوا دايجون بينزل قائد القطر وكل الركاب، والمحطة بتكون فاضية تماما وكل الركاب بيخرجوا باتجاه المخرج الرئيسي ما عدا مين؟ ما عدا سيوك بياخد بنته للمخرج الجانبي، والمتسول بيروح وراهم وبيقول لسيوك انه سمع مكالمته وهيروح معاه. فسو بتفهم اللي فيها وبتبقى عايزة تبلغ باقي الركاب وما يخرجوش يعني لوحدهم. ولما ابوها مش بيوافق بتقول له انت ليه على طول بتهتم بنفسك بس؟ حتى ماما سابتنا بسبب كده. لكن قبل ما يجاوبها بيظهر الشخص اللي هيساعدهم، فبيقول لها تستناه وبيروح هو للمجند. اما الركاب فقبل ما يخرجوا من المحطة بيلمحوا الجيش وبيتفاجئوا ان الجيش نفسه اتحول لزومبي وبيبداوا يهاجموهم، فطبعا بيطلعوا يجروا تاني في اتجاه القطر. وسيوك حالته ما بتكونش احسن منهم لان المجند اللي هو شافه كان زومبي، وقبل ما يلحق يهرب بيشوف بنته وفي زومبي هيهجم عليها، فبيطلع يجري ناحيه بنته. ولحسن الحظ سانج بيشوفها وبينقذها وبتجري معاه هو ومراته. وطلاب السله دول بيقفوا ورا بوابه وبيساعدوا الناس انهم يرجعوا للقطر تاني وبيمنعوا الزومبي انهم يعدوا، وسانج بيوصل لهم وبيساعدهم، مراته بتعدي مع سو. وقبل ما سيوك يوصل لهم بيهاجموا زومبي وبيحاول سيوك انه يخلع منه وما بيعرفش، لكن المتشرد ده بيساعده بينه بيرمي غطا على وش الزومبي وسانج بيقوم فعلا وبيقدر يهرب. وسانج بيقول لسيوك يجري بسرعه وفعلا بيعمل كده، وبيحاول سانج وسيوك وثلاثه من فريق السله انهم يقفلوا البوابه عشان يوفروا وقت للباقيين بانهم يوصلوا للقطر. وقائد القطر بيركب في العربيه المخصصه ليه، والمضيف والبنت بتاعه السله بيندهوا على الناجيين وبيساعدوهم انهم يركبوا العربه المتصله بعربه القياده عشان بعد كده يفصلوا باقي القطر عن عربيات الزومبي. والرخم يون بيفضل يتخانق معاهم عشان عايز يمشي وما يستناش حد. وللاسف في مجموعه من الزومبي بيكسروا الشبابيك اللي في مبنى المحطه وبينزلوا للركاب وبيهاجموهم، والاثنين الاجومات دول بينفصلوا عن بعض. واحده منهم بتروح مع سو والزوجه الحامل، والثانيه بياخدها المضيف والبنت بتاعه السله وبيقفلوا على نفسهم العربه. والزوجه وسو والاجومه بيركبوا عربيه ثانيه ومعاهم المشرد. ويون ذلك الشخص المستفز بيبلغ السائق ان كل الركاب ركبوا، مع ان باقي فريق السله وسانغ وسيوك كانوا لسه ما ركبوش، والبنت كانت عايزه تستناهم، دول هم اللي وفروا لهم وقت عشان يركبوا. بس الخوف بيخلي الناس انانيه، وفعلا القطر بيطلع. اما عند سيوك وسانغ وبتوع السله فبيقفلوا البوابه اخيرا وبيجروا عشان يلحقوا القطر، لكن الزومبي بيكسروا البوابه وبيجروا وراهم، وللاسف بيهاجموا 2 من بتوع السله وبيردوهم. وسيوك بياخد الطالب الثالث اللي اسمه يونغ وبيطلع يجري، وبالعافيه بيقدروا يركبوا القطر، وبيحاولوا يساعدوا سانغ اللي كان لسه ما ركبش انه يركب هو كمان، والحمد لله بيقدر انه يركب القطر. والقطر بيتجه ناحيه بوسان اخر امل ليهم. وسانغ بيرن على مراته عشان يطمن انها بخير، فصوت التليفون بيلم الزومبي عليها، لكن هي وسو والاجمه والمتشرد بيقدروا يدخلوا حمام القطر وبيحاولوا يقفلوا على نفسهم. والبنت بتاعت السله بتتصل بحبيبها وبتطمن انه عايش، وبيكونوا هما الاثنين اللي نجوا وباقي فريقهم كلهم اتصابوا للاسف. وكمان سانغ لما بيرن على مراته بيعرف انها محتاجه مساعده وانهم في عربه رقم 13، وسيوك بيطمن ان بنته معاهم، لكن المشكله دلوقتي انهم في عربه رقم 9، والزوجه الحامل وسو الطفله في عربيه رقم 13، فهم لازم يوصلوا ليهم، وبعدها يروحوا لعربه رقم 15 اللي فيها باقي الناجيين. فبيحاولوا انهم يحطوا خطه عشان يقدروا يعدوا للباقيين بسلام، وبيلفوا حاجات كده على ايدهم عشان ما يتاثروش بالعض والخربشه. وبيقود المجموعه دي سانغ لانه دبابه كده لوحده، وبعده سيوك، وفي الاخر بيبقى يونج بتاع السله، وبيقدروا يعدوا من الزومبي اللي في عربه رقم 10. اما عربه رقم 11 فبتكون اصعب، خصوصا ان فيها فريق السله زمايل يونغ، فسانغ وسيوك بيتعاملوا هم مع الوضع ده اللي بيكون صعب لحد ما القطر ما بيعدي بالنفق والدنيا بتبقى عتمه، فالزومبي فجاه بيوقفوا هجوم، فبيتسحب الثلاثه كلهم للعربه اللي بعدها رقم 12، وبيدركوا ان الزومبي بيتجهوا ناحيه الصوت والضوء، وبالادراك ده هيعرفوا يتجنبوهم بشكل احسن. وفي عربه رقم 12 اول ما القطر بيدخل نفق والدنيا بتبقى عتمه بيرمي سيوك تليفون سانغ في اخر الممر وبيرن عليه، فالزومبي كلهم بيروحوا في اتجاه الصوت، وبكده بيقدروا يتخطوا العربه دي بامان. وبيطمن سونغ على مراته، وسيوك بيطمن على بنته، وبيستخبوا في الحمام اللي قصادهم، وبيشوفوا على جوجل مابس النفق الجاي هيكون امتى، وبيعرفوا ان هيكون مدته دقيقتين، فبيقرروا انهم خلال الدقيقتين دول يكونوا وصلوا لعربه رقم 15. ويونغ بيبلغ حبيبته بكده، وهي بتفرح قوي انه قدر
قدر يعيش وكمان معاه مجموعه من الناجين. ومن حماسها بتقول كده بصوت عالي لباقي الموجودين، فيون الرخم بيقول لها ازاي يعني قدروا يعدوا من الزومبي في كل العربيات دي؟ دول اكيد اتصابوا، انت عايزه تعرضينا كلنا للخطر عشان صاحبك. وبيقنع باقي الركاب برايه وبيقتنعوا فعلا، ما عدا الأجمة اللي بتبقى فاكره ان اختها اتحولت ومن حزنها مش داريه ايه اللي بيحصل حواليها وفي دنيا تانية. وفعلا لما القطر بيدخل النفق بيبدا سيوكو وسانغ والباقيين في الحركه، بيبقى عدد الزومبي كتير وسدين الابواب والطرقه، وعشان كده سيوكو والباقيين بيضطروا يزحفوا من المكان بتاع الشرطه، وبيعدوا فعلا وبيبقى فاضل لهم العربه 14 وبعدين العربه 15. وعلى اخر لحظه المتشرد وهو بيعدي بيعمل صوت، ولحسن الحظ الزومبي مش بيهجموا عليه، وبيروح سيوكو عشان يساعده. وفي اللحظه دي القطر بيخرج من النفق، فكل واحد فيهم بيستخبى في جهه وبيبداوا يتحركوا ناحيه الباقيين ببطء، لكن المتسول بيدوس على كان وبيعمل صوت، فبيطلع الاتنين يجروا، وسانغ بيستناهم يعدوا وبيقفل الباب وراهم. لكن للاسف مجموعه من الزومبي بيبقوا محشورين في الباب فما بيعرفش يقفلوا، وبيبداوا يهاجموه، وهو بيحاول يكسب وقت للباقيين عشان يدخلوا عربه 15. لكن طبعا يون والباقيين بيبقوا قافلين العربه كويس وبيمنعوهم من الدخول، وبيمسكوا البنت كمان عشان ما تساعدهمش. وسيوك بيروح يساعد سانغ وبيبدا يضرب في الزومبي، ويونغ بيحاول يكسر الباب عشان يعدي الباقيين. وفي الوقت ده سانغ بيتعض للاسف، ويونغ بيقدر يكسر الباب اخيرا ويعدي، وبيبقى فيه بس فاصل ما بين العربيتين اللي هو الفاصل بتاع الحمام. فهو بيجري ناحيه عربه 15 يون بيحاول يقفل الباب التاني، ويونغ بيستموت وبيحشر ايده وبيحاول يعدي. والاجمه في الوقت ده بتشوف اختها واقفه خايفه ومظلومه، وبتعرف انها لسه عايشه فبتحاول تساعدهم، لكن يون واللي معاه بيبقوا اكتر واقوى. حتى يون لما بيشوف الطفله سو وهي واقفه خايفه وبتعيط ما بتصعبش عليه. وفي الوقت ده سانغ بيدرك انه اتصاب وانها مساله وقت ويتحول، فبيطلب من سيوك ان هو ياخد مراته الحامل لعربه 15 وبيوصيه ياخد باله منها. وسيوك بيعتذر له وبيسيبه فعلا، وبياخد مراته بالعافيه عشان يمشوا. وقبل ما يسيبوه بيقول لها سانغ انه اختار اسم يون سونغ لابنه. وفي اللحظه دي الزومبي بيكسروا الباب وهو بيقف يتصدى لهم، والجحش اللي اسمه يون بيبقى لسه قافل الباب هو واللي معاه. لكن في النهايه سيوك ويونغ بتاع السله بيقدروا يفتحوا الباب على اخر لحظه، وبيدخلوا كلهم ما عدا الاجمه مش بيقدروا ينقذوها، وبتتهاجم قدام اختها وبيخسروها هي وسانغ اللي ضحى بنفسه عشان ينقذ مراته وطفله. واخيرا بيقدر سيوك يبقى في امان، واول حاجه بيعملها بيضرب يون لانه بسبب غبائه وانانيته في 2 ماتوا كان ممكن يعيشوا. لكن هل يون يعتذر؟ بالعكس، قال له ايه العنف اللي انت فيه ده؟ انت اكيد اتصبت عشان كده اتجننت عليا. وقعد يسخن في الركاب ان السيوكو اللي معاه وارد يكونوا مصابين وانهم لازم يخرجوهم من العربه. وبالفعل كل الركاب بيطلبوا منهم يروحوا للفاصل اللي بين عربه 15 و16، فبيضطروا انهم يعملوا كده. وحبيبه يونغ بتاعت السله بتختار انها تروح معاه وما تفضلش مع الركاب دول، وبيبدا يون والركاب يقفلوا الباب بالاربطه بتاعتهم كويس. لكن مش بياخدوا بالهم ان الاجمه اللي معاهم اللي شافت اختها اتحولت بسببهم، وكان شكل الاخت يعني غلبان وتايهه حتى وهي متحوله، فانتقاما منهم على اللي عملوه قامت وفتحت الباب بنفسها. والسيوكو اللي معاه سمعوا الاصوات بتاعه الهجوم وعرفوا ان العرر دول كلهم اتهاجموا، وكان منظرهم مرعب وصعب جدا. وبعدها بيحاول سيوكو يطمن بنته انه مهما حصل فهو هيوديها لامها، وهي بتقول له انت عارف انا ليه ما غنيتش في الحفله؟ انا ما خفتش، انا بس اتدربت على الاغنيه عشان اغنيها لك انت. وبتطلب منه انه يوعدها انه هيفضل معاها. وسيوك اصلا بيبقى مش عارف يوصل لامها، واحتمال كبير تكون ماتت او اتحولت. وفي الوقت ده بيجي لسيوك اتصال من المساعد بتاعه، بيعرفوا انهم السبب في الفيروس اللي انتشر، لان التسريبات اللي حصلت في المصنع اللي بيستثمروا فيه واللي غطوا على اخبار التلوث بتاعه هي اللي نشرت المرض ده. وكأن سيوك ناقصه خبر زي ده. وقائد القطار بيبلغ الركاب في الوقت ده بالميكروفون ان لو حد عايش منهم فلازم ينزلوا ويشوفوا قطر شغال، لان بسبب الكوارث والحوادث اللي حصلت فالقطر مش قادر يكمل طريقه. وبينزل سائق القطر عشان يدور على قطر تاني سليم، وبتبقى الدنيا متدمره والقطارات كلها داخله في بعض وفيها اصلا زومبي. وبينزل سيوك واللي فاضلين معاه يشوفوا اي قطر لبوسان، لان حسب معلوماتهم فبوسان لحد دلوقتي امنه. والسائق اخيرا بيلاقي قطر، وهنا بنعرف ان يون الخنزير والمضيف بتاع القطر لسه عايشين ومستخبيين في حمام. ويون عشان يعرف ينزل بيقول للمضيف ان السكه امان، واول ما المضيف ما بيخرج يون بيرميه على الزومبي وبيجري هو. وفي الوقت ده في قطر مشتعل بيدخل في قطر تاني في المحطه، والمجموعه بتاعه سيوك بتنجى من الحادث ده على اخر لحظه، لكنهم بيتفرقوا لقسمين. يونغ وزميلته بيبقوا في ناحيه وبيدخلوا قطر كده وبيحاولوا يفتحوا الباب بتاعه عشان يعدوا للناحيه التانيه. لكن في الوقت ده بيوصل لهم يون الخنزير، واول حاجه بيعملها انه بيرمي البنت للزومبي عشان يكسب وقت لنفسه. ويونغ لما بيشوف المنظر كده بيحاول انه ينقذها، والخنزير يون بيكسر هو الباب وبيخرج. اما يونغ فمش بيقدر يسيب حبيبته اللي بتكون اتصابت، وبيفضل معاها يعيط عليها وعلى حظهم المهبب ده لحد ما البنت بتتحول وبتعضه. اما سيوكو بنته والزوجه الحامل والمتسول فبيبقوا محشورين تحت قطر وقع عليهم، والسيوكو بيكون مغمى عليه. وبنرجع ليون الخنزير اللي بيشوف سائق القطار
القطار اللي لقى قطر سليم وبيجري ناحيته لكنه بيقع، فالسائق بينزل له وبيجري عليه عشان ينقذه. عايز اقول له مش ده يا عمو اللي تساعده، مش ده. المهم طبعا يون بيرمي الراجل للزومبي عشان هو يكسب وقت رغم انه اصلا كان اتعض. وبنرجع لسيوك في الوقت ده اللي بيزحف تحت القطر وبيطلع، لكن اللي معاه مش بيلحقوا يطلعوا لان القطر كان واقع تماما، والزومبي بيكسروا زجاج القطر وبيجروا ناحيه البنت والباقيين. فالمتسول بيقول لهم حاولوا انتوا تخرجوا، وبيضحي هو بنفسه عشان يكسب لهم وقت. وسيوك بيقدر يعمل لهم فتحه وبيخرج سو والزوجه الحامل، وبيجروا بقى وجيش من الزومبي وراهم وبيحاولوا يلحقوا القطر اللي كان بدأ يمشي وفي فيضان من الزومبي وراهم، لكنه بيقدر يطلع بنته وزوجة سانغ وبيطلع هو كمان. لكن واحد من الزومبي بيمسك في القطر وكل الزومبي بيمسكوا فيه وبيبقوا عاملين كتله كبيره، فسانغ بيفضل يضرب فيهم لحد ما ايد الزومبي بتفلت. ولما بيجي يشوف غرفه القياده بيلاقي فيها يون اللي بدأ يتحول، وبيخرج لهم وبيفضل يقول لهم ساعدوني ماما مستنياني في البيت، لا تسوي فيها كيوت. وسيوك بيقول له انت خلاص الصبت، فبتحول بقى عليهم وبيهجم على سيوك وبيبدا سيوك يضربه. فالحلوف ده بيروح يهاجم الطفله، لكن سيوك بيقدر يمسك رجله وبيبقى هيقع من على القطر. فزوجة سانغ بتضرب يون، وقبل ما يهاجمها بيقوم له سيوك من جديد وبيحط ايده على بق الزومبي وطبعا بيعضه، وبعدها بيربط سيوك نفسه بسلسله وبيمسك الزومبي وبيرميه من على القطر. وبفضل السلسله هو مش بيقع لكنه طبعا كان متصاب، فبياخد بنته وزوجة سانغ وبيدخلهم غرفه القياده وبيعرفهم يوقفوا القطر ازاي، وبيودع بنته بيقول لها لازم تفضل مع زوجة سانغ وانه بوسان أأمن ليها. وهي بتفضل تعيط وتقول له ما يمشيش، لكنه بيخرج وبيقفل عليها وبيبقى سامع صراخها عليه، وبيبدأ هو يتحول وهو بيعيط وبيفتكر ذكرياته مع بنته، وبابتسامة راضية بيرمي نفسه من القطر بعد ما اتحول. وسو وزوجة سانغ بيوصلوا أخيرا بوسان بعد ما فقدوا كل حبايبهم، وبتبقى بوسان آمنة فعلا والجيش محاصرها، والجندي بيشوفهم هم ماشيين في اتجاه الكمين، وبتبقى الدنيا ضلمة فمش قادرين يميزوا إذا كانوا دول مصابين ولا لا. فللأمان بيقرروا يصوبوا عليهم، لكنهم لما بيسمعوا صوت سو وهي بتغني لوالدها الأغنية اللي كانت مجهزاها له يوم الحفلة، فبيدركوا إنهم كده أكيد سلام وبيسمحوا لهم بالعبور أخيرا. وهنا بيخلص الفيلم. وبس كده، أنا هاجر ودي قناتي. لو عجبكم المحتوى اعملوا اشتراك ولايك ورشحونا لأصحابكم. لا تنسوش تقولوا لي رأيكم في الفيلم. سلام.